السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة مش هنعمل فيه حاجة، احنا فيديو النهاردة هننظم شغلنا. مش هلا دايما تقول اهم من الشغل تنظيم الشغل؟ هو ده يا ستي ايه تنظيم الشغل. هننظم حاجة العيد. يعني ايه يا هالة؟ هنجهز اهم مكونين في حاجة العيد، المكونين الاساسيين في حاجة العيد وهم معروفين: الدقيق والسمنة. اولا لازم تجيبي نوع دقيق كويس عشان هتستخدمي حاجة العيد، دي حساسة جدا، فلازم ننقي نوع الدقيق كويس. اسألي جارتك يا ست، اسألي صاحبتك على نوعية الدقيق، او الراجل اللي بتاخدوا منه الدقيق انت واثقة في كلامه، هاتي منه قولوا له عايزة دقيقة كويسة اشتغل منها حاجة العيد. ده اولا. ثانيا بقى ايه بتعملي ايه هالة؟ بنخلي الدقيق ده الغربال بقى، وانا مش لابسه الجوانت طبعا، مش وقت الجوانتات خالص في حاجة العيد. المهم جبت الغربال بتاعي ده، الغربال اللي بندخل بيه اما يبقى كمية الدقيق كتيرة. لو هي بسيطة بستخدم المنخل بتاع المطبخ. طيب انت بتنخلي الدقيق يا هالة ليه؟ طب ما هو جاي كويس. لا، لازم يا جماعة تنخلوا الحاجة بتاعتي، لازم ادخلها هوا. واولا ندخل الدقيق منه بنستفيد حاجتين: لو حاجة في الدقيق بتطلع في المنخل عشان ايه؟ تبقى الحاجة بتاعتك ناعمة. طيب بتنخلي لي تاني يا هالة؟ عشان ادخل الهواء في الدقيق. طب ايه مهمة الهواء في الدقيق يا هالة؟ مهمتي يا ستي بيخلي البسكوتية بتاعتك وكحكة العيد والغريبة والبطفور خفيفة وهشة. وعلى فكرة أنا طبعا كنت واخدة دور صعب جدا الحمد لله، فعشان كده هعمل معاكم كميات بسيطة بالكيلو. وفي بنات كتيرة طلبت مني يا طنط هنعمل لنا بالكيلو، أنا كده كده تعبانة، هعمل لكم مقدار الكيلو. وأنا عاملة معاكم حاجة العيد كلها موجودة على قناة هلا فتحي، وهعملها معاكم السنة دي. طيب دي السمنة النباتي يا جماعة اللي أنا هشتغل بيها إيه حاجة العيد. حاجة العيد عبارة عن ايه يا جماعة؟ دقيق وسمنة. السمنة بتاعتك حلوة هتديكي كل حاجتك ريحتها حلوة وطعمها حلو. ده السمنة النباتي، وده السمنة البلدي اللي في الاكياس. ما انتوا عارفين ان انا بكيس السمنة البلدي. بجيب حلتي وحطيت فيها السمنة ايه البلدي، والسمنة النباتي زي ما هي. انا دلوقتي هحط السمنة البلدي في الحلة، هسخنها قوي قوي. السمنة النباتي مش هشغل عليها النار. قبل كده عملتها معاكم على قناة هلا فتحي، عاملاها معاكم بالقشطة بتاعت اللبن، ارجعوا للقناة هتلاقوا الفيديو تجهيزات برضو رمضان. السنة دي عملتها معاكم ايه؟ السمنة النباتي والبلدي. هنشوف هنخلطهم مع بعض ازاي. يبقى انا دلوقتي بسخن السمنة البلدي كويس قوي، والحلة اللي تستخدميها والمعلقة وغطا الحلة والكبشة تخليهم معاك لغاية ما تخلصي حاجة العيد. السمنة النباتي هنحط فيها ايه؟ هحط فيها كم ورقة راورة. الورق الراولة ما تقلقيش منه، مش ده لا ليه طعم ولا لون، بس بيحوش اي ريحة غريبة في السمنة. تمام كده عرفنا فايدة الورق الراورة. طيب ومعلش سامحوني صوته مكتوم وانا بتكلم لان انا واخدة الدور، يعني مش عارفة اقول لكم ايه. طيب ايه المهم ايه؟ ده السمنه النباتي هنسيبها زي ما هي، ودي السمنه البلدي. السمنه البلدي لازم اسخنها كويس قوي عشان يوم اخلطها على السمن النباتي السمنه تجيب بعضيها. تمام كده. فانا هفضل سايبه السمنه على النار يا ما تسخن كويس قوي. وهقول تاني: حلتك وكبشتك ومعلقتك هم بعد ما تخلص خليط السمنه غطيهم، لان دول اللي هنحط فيهم المعيار بتاع القريبه والكحك بالسكر. مش كل شويه نسحب حلل من المطبخ ونعمل لنا دوشه. تمام كده. يبقى انا بعد ما بخلص بغطيهم، وده اللي بشتغل منه ايه حاجه العيد. احط السمنه في نفس الحله، هاخد السمنه احطها على السمن النباتي. السمنة سخنة قوي فهتسيح لي السمن النباتي، فكله بقى هيندمج في بعضيه. بحاجة العيد يا جماعة البسكوتية طعم سمنة، نجاح الطعم الحلو والريحة الحلوة بتيجي من السمنة، فلازم تظبطي سمنتك الأول. دي السمنة بتاعتي أقلبها بالمعلقة كده عشان السمن كله يجيب بعضيه. تنظيم الشغل مهم جدا يا جماعة، بيريحنا في حاجات كتيرة، بتبقى عارفة انت بتعملي ايه، بتسوي ايه، ايه المقدار اللي بتاخديه، حاجتك جاهزة جنبيكي. فانا عشان كده بقول لكم لازم نجهز الدقيق والسمن الاول، وانتظروني بقى في حاجة العيد. ربنا يعيني على عاملها معاكم ان شاء الله. بس هقول تاني انا مش هعمل كميات كبيرة، هعمل كميات بالكيلو. ادي دي يا ستي السمنه بتاعتي كده جاهزه لحاجه العيد، الله اكبر عليها، ريحتها زي الفل. وما اقول لكمش على الجمال والحلاوه، وصافيه وزي الفل. والورق الراوله بسيبه فيها ما تقلقوش، ما بيعملش اي حاجه. ادي السمنه صافيه وزي الفل.
شايفين شكل السمنة؟ بقول لكمش على ريحتها. احنا كده حولنا السمنة ايه؟ النباتي البلدي. وهقول تاني، انا عامله معاكم على قناه هالة فتحي السمنه النباتي خلطله قشطه وعملناه برضو سمن بلدي، عندكم موجود على قناه هالة فتحي. تعال نجيب بقى الزبده نيوزيلندي اللي هالة عملتها معاكم على القناه وعلى الصفحه. الناس اللي قالوا لي يا هالة ممكن نعمل منها حاجه العيد، يا ستي دي ممتازه وانا هعمل بيها معاكم السنه دي. انا طلعتها انا بابا شايلها في الفريزر ان هي ما بتتشالش الا في الفريزر. هعمل منها ان شاء الله الغريبه وهعمل منها البوتفور زي الفل. والطريقة موجودة عندكم بتاعت الزبدة نيوزيلندي دي على قناة هالة فتحي وعلى صفحة هالة فتحي. وأنا كده قلت لكم كل حاجة، وانتظروني في حاجة العيد، وكل سنة